عليكم. عايز اتكلم على حاجه مهمه قوي بالنسبه لحاله الحبوب المتوسطه وبرده في الشديده هنكرر الكلام ده. احنا بنستخدم ادابالين او اكريتين. ادابالين او اكريتين، ايه الفرق ما بينهم؟ ادابالين ما بيسببش التهابات، تمام. اكريتين ممكن يعمل التهابات. ادابالين يستخدم الصبح عادي مفيش مشكله، مش هيتاثر بالشمس. اكريتين هيتاثر بالشمس ويعمل لك التهابات ويعمل ممكن زي حروق في الشمس. لكن اكريتين اقوى، عشان كده الاكريتين انا ما باخدهوش غير في الحالات الشديده شويه. لكن ادابالين بفضله. ادابالين في ميزه جميله جدا، بعد الحبوب ما تنتهي والبشره تبتدي تبقى صافيه بفضل ان انا استمر على الادابالين علشان يمنع ظهور الحبوب مره تانية. حاجه تانية برضو بالنسبه للاقراص اللي بتستخدم في الحاله المتوسطه او الحاله الشديده، احنا قلنا ممكن نستخدم دوكساسايكلين زي الفيبرومايسين او ازيثرومايسين زي الزيثروماكس. الزيثروماكس افضل ليه؟ ملوش اثار جانبيه وبيستخدم 3 مرات بس في الاسبوع. لكن التاني هيستخدم كل يوم وليه اثار جانبيه. ايه الاثار الجانبيه بتاعته؟ اولا لو تعرضت للشمس هيعمل لي حساسيه من الشمس فممكن يغمق لون البشره او يعمل التهابات في البشره، احنا مش ناقصين التهابات، كفايه الحبوب اللي موجوده. تاني حاجه ما ينفعش يستخدم مع منتج من منتجات الالبان، ولا ينفع يستخدم مع حديد ولا الومنيوم ولا مغنيسيوم، يعني لو باخد اكل فيه الحاجات دي كلها بيقلل مفعول الدوكسيسايكلين، فبالتالي بلاش منها. تالت حاجه لازم بعد ما اخده ما انامش ولا اميل ظهري لمده نص ساعه عشان ما يعمليش التهاب في المريء. وانا حبيت اقول الملاحظات دي عشان ناخد بالنا منها، وبالشفاء للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.